طيب احنا كده بدأنا التسجيل. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أصدقاء، عاملين ايه؟ كله بخير؟ كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تكون ليلة القدر النهاردة، وتكون إن شاء الله ربنا يعافينا ويعفو عنا جميعا يعني. أنا سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة، بالرغم إن أنا أجلتها شوية ساعة إلا ربع كده عشان بس الناس أصدقائنا يلحقوا يصلوا. تمام. إن شاء الله تكونوا لحقتوا يعني. يلا سريعا بقى نبدأ السيشن بتاعتنا علشان ما نأخرش الناس معانا أكتر من كده. شايفين كده ولا مش شايفين؟ هشير. تالي ما ظهرش حاجة لسه يا باشمهندس. ماشي كده، ايه الاخبار؟ تمام ظهر يا باشمهندس. تمام، كله ظاهر تمام. طيب انا اول لما ابدا الاول بشكركم كتير جدا ان انتم اشتركتم في الويبينار بتاع النهارده، وان شاء الله نقدر نوصل لكم مجموعه كبيره من المعلومات اللي حابين نوضح لكم النهارده عن بشكل عام كورس الماسترنج يو اي يو اكس. بس قبل ما نبدا حابب بس اسال كده، في حد من حضراتكم حضر معايا الكورس بتاع يو اكس كيك ستارتر؟ اللي حضر كده يعني يرفع ايديه. محدش؟ تمام. ما سمعتوش عن الكورس يو اكس كيك ستارتر؟ كان معمول من شهر واحد، حوالي شهرين. طيب تمام، زي الفل. ماشي. نبدأ النهارده نتكلم على الكورس بتاعنا. آه، واحنا بنتكلم على الكورس بتاعنا في عندنا كام نقطة كده في الأجندة بتاعتنا. تمام. لحظة بس، أخلي بس الناس تخش براحتها. أعمل آه، أعتقد من هنا. أيوه، هوست كنترول أهي. أيوه كده كده المفروض يخش على طول. ماشي. هنبدأ مع بعض بترحيب كده، ان انا برحب بيكم، بعد كده مقدمة وتعريف، وبعد كده هنتكلم ايه هو الاكس، بعد كده نتكلم التحديات الموجودة في البدايات، ونتكلم على ازاي كيفية التعليم الصحيحة وتحصيل المعلومات، وفي الاخر شرح الكورس. ورقم 5 لما بنتكلم على رقم 4 و5 هناخد اسئلة من حضراتكم اللي انتم مهتمين بيها بشكل سريع. فزي ما قلت لكم اهلا بيكم، وانا سعيد ان انتم موجودين معايا النهارده، وان انتم ان شاء الله تقدروا تاخدوا معلومه مفيده ان شاء الله بشكل او باخر يعني. طيب سريعا كده، اللي ما يعرفنيش، انا اسمي سيد صبري، خريج كليه فنون تطبيقيه سنه 2001، قسم التصميم الداخلي والاساس. عندي 22 سنه خبره في مجال اليوزر انترفيس ديزاين واليو اكس ديزاين بشكل عام. تمام. بقالي حوالي 15 سنه بدرب في معاهد ومراكز داخل وخارج مصر. حاليا دلوقتي انا مانجنج دايركتور في شركه اسمها ساب ديزاين، دي الشركه المملوكه ليا بتاعتي، اللي انا بقدم فيها الاوت سورسنج، وبقدم فيها الكونسلتيشن، وبقدم فيها التريننج اللي حضراتكم تاخدوه ده دلوقتي. عندي 22 سنه خبره زي ما قلت. شغال حاليا انستراكتور في الاي تي اي، في الانستراكتور في الاي تي اي حاليا، يعني بقالي معاهم حوالي 14 سنه. وزي ما قلت انا خريج، ودربت في كليه فنون تطبيقيه، وجربت في جامعه اسمها ام اس اي يونيفرستي في اكتوبر. وليا طبعا اشتغلت في يات وامازون وتيك، كنت انا منتور قبل كده في تيك اللي تبع وزاره الاتصالات، وليا بعض الكتابات على موقع اراجيك.
الكوتس اللي انا بحب دايما اشاركها مع كل الاصدقاء: It's not about making history, it's about making difference. ايه الكلام ده؟ انا كنت في فتره من فترات كنت مهووس بفكره ان ايه اللي هنقدمه يخلد اسمنا في التاريخ يعني. وبعد كده اكتشفت احنا في الحقيقه مش لازم اسمنا يخلد في التاريخ بشكل او باخر، ولكن الاثر اللي احنا بنعمله هو اللي المفروض المفروض اللي يعمل، او المجهود اللي احنا بنعمله المفروض يعمل اثر يعني. وشفت من الحاجات اللي بتعمل اثر في الدوائر اللي حوالينا هي التدريب. التدريب في حد ذاته بيساعد اصدقاء كتير انهم يبداوا كارير جديد ويعملوا حياه ليهم بشكل او باخر. فمنهجيه التدريب او التدريب في حد ذاته هو ده بيخلي الواحد يقدر يعمل اثر طيب في الدنيا يستمر بعد وفاته يعني ان شاء الله، لما الواحد يصلح نيته لوجه الله. فدي الجمله بس اللي دايما بحب اشاركها مع كل الاصدقاء. طيب سريعا كده هنتكلم ايه هو اليو اكس وليه هو اصلا مهم. طبعا بشكل رئيسي حضراتكم موجودين النهارده، ده معناه ان حضراتكم مهتمين بدخول مجال اليو اكس او مجال البرودكت ديزاين. طيب انا بتكلم بسرعه ولا بتكلم بالراحه؟ برضو حابب الاصدقاء تقول لي اخبار طريقه الكلام ايه، عشان لما بندمج لا تمام زي الفل يا يعني هندسة. بخش. تمام. بقيه الاصدقاء كله تمام. طيب فبوجود حضراتكم النهارده ده معناه ان حضراتكم مهتمين بمجال اليو اكس او بمجال برودكت ديزاين بشكل رئيسي. طب ايه هو اصلا مجال ايه هو اصلا اليو اكس او هي تجربه المستخدم؟ اليو اكس اختصار لكلمه طبعا زي ما حضراتكم عارفين اسمها اليوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم. هي في الحقيقه هي العمليه اللي احنا بنعملها. بنكون فريق كامل بيعمل العمليه دي علشان يقدر يوصل لليوزر منتج او يوصل له خدمه ذات معنى، تمام، وتساعده في الاستخدام ليها يعني. تمام. العمليه دي كلها اللي احنا بنعمل عمليه التصميم دي عشان نوصل لليوزر منتج ذات معنى. العمليه دي بس مش مقتصره على تصميم الواجهه، لا بالعكس، ليها متعلقه بعوامل تانية كتير، منها مثلا العلامه التجاريه وسهوله الاستخدام والوظائف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو خدنا مثال شركه ابل مثلا مشهوره دايما ان هي بتشتغل في ديزاين اليجنت، حاجات شيك وحاجات حاجات رايقه وحاجات بسيطه، والحاجات دي كلها ده ما بيتعلقش بس بالانترفيس ازاي بتعملها، كمان بيتعلق بالبراند ككل بشكل او باخر. فاحنا لما بنيجي نصمم بس ما بنقفلش على نفسينا ونصمم للسكرينز، لا بناخد في اعتبارنا البراند بيمثل ايه، البراند والستايل جايد بتاع البراند اند سو اون يعني. فهي عمليه كبيره وليست عمليه صغيره. طيب البدايه بتاعه اليو اكس منين؟ تمام. لو احنا هنصمم ديجيتال برودكت زي ما احنا بنتكلم عاده بنصمم تطبيقات موبايل او مواقع انترنت او حتى تطبيقات انترنت. السؤال هنا مين اللي هيقول لنا ابدا الشغل ومين اللي هيدفع؟ يعني هل انا مثلا سيد بصحى كل يوم الصبح كده واشوف مشكله في اي موقع وبحلها؟ لا، في الحقيقه لا، في الحقيقه ان انا بدور على عميل، والعميل ده بيكون بيعاني من مشكله ما، بقدر احدد له المشكله ديت وبتفق معاه على سعر وبشتغل معاه. تمام. فالبدايه دايما بتكون من عند العميل اللي عنده مشكله. بنبدا نحدد المشكله دي ونبدا نشوف ازاي نحلها له. طيب علشان نبدا اصلا نفهم العميل، محتاجين نفهم بيزنس. تمام. محتاجين نشوف العميل دوت بيكسب ازاي او بيقدم خدمه ايه. هل بيقدم خدمه ولا بيقدم برودكت ولا بيقدم منتج؟ المنتج اللي بيقدمه ده ديجيتال ولا فيزيكال؟ طيب البيزنس موديل بتاعه يعني هو بيكسب ازاي؟ هل بيكسب من اشتراكات ولا بيكسب بانه يبيع على طول المنتج كاش ولا بيكسب من الخدمات اللي بيقدمها بعد ما يبيع المنتج؟ فاحنا محتاجين في النقطه ديت لازم نعرف نتكلم مع اصحاب البيزنس ازاي ونفهم مصطلحات البيزنس بشكل عام. تمام. ونفهم نوع كل بيزنس بشكل خاص. طيب عشان نفهم ازاي مصطلحات البيزنس بشكل عام لازم نعرف البيزنس بيدور ازاي. اوكي. طيب فاكرين طبعا احنا كتير مننا ان احنا قعدنا على كافيهات او قعدنا مع اصدقائنا ورسمنا خطط وعملنا احنا هنجيب المثال المشهور هنجيب 10 كتاكيت وبعد دورتين هيبقوا فراخ، والفراخ تبيض ونكسب ونعمل. فاكرين المثال اللطيف دوت. تمام. فاكيد كلنا قعدنا مع اصدقائنا وفكرنا في فكره ما ان احنا مشروع نكسب بيه، سواء اصدقائنا او اخواتنا انسؤن او حتى كمان احنا او قرايبنا. ممكن يكون حد منهم عنده بيزنس او عنده
العمل التجاري. طيب ليه الافكار اللي احنا بنقعد على القهاوي او على الكافيهات او في الانتريهات بتاعتنا بنتكلم عليه، ليه الافكار دي ما بتنجحش او ليه الافكار دي ما بتتنفذش؟ لان الافكار دي بتكون ناقصه مفاهيم كتيره، بيكون عندنا احنا مفاهيم كتيره ناقصه على ازاي البيزنس بيمشي. تمام، ازاي البيزنس ايه بيمشي، بيبدا منين وبيمشي منين. فعشان كده عملوا علشان نفهم البيزنس احنا كيو اكس ديزاينر او كبرودكت ديزاينر، عشان نفهم البيزنس في حاجه لطيفه جدا عملوها او معموله اسمها نموذج العمل التجاري. طبعا انا بتكلم على الحاجات دي بشكل سريع، لكن طبعا في الكورس بنتكلم عنها بشكل اعمق من كده يعني. تمام، عملوا حاجه اسمها نموذج العمل التجاري. نموذج العمل التجاري دي طريقه باختصار شديد، تمام، ده مخطط او طريقه، تمام، من خلالها بنبدا بنحدد كل مراحل المشروع. تمام، واحنا بنخطط للمشروع بشكل رئيسي. طيب خريطه العمل النموذج التجاري ديت بتقول لي ايه؟ بتجاوب لي على 9 اسئله. تمام، بتجاوب لي على اول سؤال، انا هقدم ايه؟ القيمه المقدمه للعميل. ايه الحاجات اللي احنا نعملها؟ سواء والله احنا هنعمل ابلكيشن مثلا بيقدم نصايح للناس اللي بتلعب جيم او الناس مثلا اللي بتعمل رياضه او بتعمل دايت. تمام، فاحنا بنكتب هنا القيمه المقدمه للعميل، احنا بنقدم ايه. طيب على اليمين خالص في عندي العملاء. مين العملاء بتوعي؟ بنبدا نقسم العملاء بتاعتنا لشرايح. اوكي، مثلا لو انا بعمل تطبيق او ابلكيشن او حتى بقدم اكل صحي للناس، فانا عندي في ناس بتاكل اكل صحي عشان هم بيلعبوا رياضه اصلا، وفي ناس ربنا يعافينا بتاكل اكل صحي عشان هم اصلا مرضى او عندهم مرض، ربنا يشفي مرضانا جميعا يعني. تمام، فلازم اقسم العملاء بتوعي، وكل عميل من دول بقدر ازاي اعمل معاه العلاقه بتاعته، او ازاي اقدر اعمل معاه العلاقه او اكلمه ازاي. طيب اكلمه عن طريق ايه؟ والله لو الناس مثلا لو انا عندي شريحتين من العملاء، الناس الرياضيين والناس المرضى، يبقى القنوات مثلا بتاعه الرياضيين هكلمهم مثلا والله على السوشيال ميديا، انا هكلمه على الانستجرام، هعمل اتفاقيات مثلا مع جيمز او وات او الحاجات دي كلها. والناس المرضى دي القنوات اللي اكلمهم فيها مثلا هكلمهم عن طريق دكاتره، هشترك في ويب سايت بتتكلم عن حاجات صحيه ان سو اون يعني. تمام، فهنا لكل نوع عميل بنحدد له العلاقه بتاعته والقنوات اللي بنكلمه بيها. طيب الناحيه الثانيه، طيب احنا بنعمل ايه الافعال الرئيسيه؟ مش احنا قلنا احنا هنقدم اكل صحي؟ طيب ايه الافعال الرئيسيه؟ والله الافعال الرئيسيه يا اما احنا بنطبخ الاكل دوت، او حتى بنشتريه من مكان وبنغلفه وبنوزعه، هي دي الاعمال الرئيسيه اللي احنا بنعملها. طيب ايه الموارد الرئيسيه؟ انا محتاجين ايه علشان نقدم للبيزنس، نقدم للعميل للعملاء بتوعنا الخدمه بتاعتنا؟ والله محتاجين مطبخ، محتاجين مكان للتخزين، محتاجين ثلاجات، محتاجين 3 4 عملاء انصون. بنكتب كل الموارد اللي احنا محتاجينها. طيب مين الشركاء اللي هيشتركوا معانا؟ يعني ايه اللي يشتركوا معانا؟ سواء الموردين، يبقى محتاجين حد يجيب لنا خضار طازج فريش، يبقى احنا هنتعامل مع مزارع مثلا معينه. طيب الاكل بتاعنا احنا هنوصله ولا في اكل زياده ممكن نبيعه في سوبر ماركتس؟ يبقى سواء الموردين او سواء اللي احنا الناس الموزعين لينا بتوعنا بنبدا نحطهم هنا. وبعد كده بنشوف هيكل التكلفه. يعني ايه هيكل التكلفه؟ يعني الموارد الرئيسيه، الناس اللي هيشتغلوا معانا او الاسيتس اللي هنستخدمها، سواء ثلاجات او اماكن، هتكلفنا كام؟ والله عندي مثلا 3 عمال كل عام بياخد 3000 جنيه، يبقى 9000 جنيه. عندي ثلاجات صيانه وكذا، بنكتب هنا كل التكلفه اللي واقعه علينا. والناحيه الثانيه نموذج الدخل. يعني انا هكسب منين؟ والله هكسب ان انا هبيع المنتجات بتاعتي، تمام، بشكل مباشر، وهكسب ان انا هعمل اشتراكات، تمام، اشتراكات شهريه علشان اورد للناس مثلا، اديهم نصايح، وهكسب مثلا ان انا هاخد نسبه من الاعلانات لو حد عمل عندي اعلانات. تمام، اذا ال9 اسئله دول اللي بيغطوا لي كل جوانب البيزنس. لازم انا كيو اكس ديزاينر او برودكت ديزاينر وانا داخل اتكلم مع حد بتاع بيزنس، سواء مثلا حد عنده مغسله سيارات، حد عنده مصنع ملابس، حد عنده مثلا اي كوميرس عايز مصنع محل ملابس وعايز يبيع، حد مثلا عنده حاجه اي كوميرس عايز يبيعها. تمام، يبقى لازم افهم البيزنس بتاعه ماشي ازاي. عن طريق بقى فهمي انا للبيزنس بتاعه ماشي ازاي، اقدر افهم اللي بيعاني منه ايه واقدر احدد المشكله. تمام، فعشان كده دايما بيقول الانطلاقه بتاعتنا دايما بتكون من ناحيه ايه؟ من ناحيه البيزنس. اوكي، ده مثلا ده شكل او مثال للبيزنس موديل بتاع اوبر. زي ما شايفين في النص هنا الفاليو بروبوزيشن، هم بيعملوا ايه بالظبط؟ انهم بيقدموا خدمه نقل الركاب. تمام، على اليمين خالص من السيجمنتس كاستمر بتاعتهم، الكي بارتنرز على الشمال،
يمين خالص تحت كده ريفينيو ستريم بيكسبوا منين؟ بناخده ايه؟ بياخدوا نسبه من الرايت. وطبعا في كتير جدا على الانترنت امثله كتيره للبيزنس موديل، وده طبعا ده هنتكلم كتير برضو عنه في الكورس بتاعنا. حد وقع مني؟ حد شايف انا بتكلم بسرعه؟ قولوا لي يا اصدقاء. حضرتك عشان لا تمام، اتفضل كمل. اوكي، بقيه الاصدقاء افنان، مين تاني معانا؟ كريم، مارتن، اهلا بيكم جميعا. محمد، رؤى، روكا، كله تمام؟ ماشي، يلا نكمل. كله تمام. طيب، ايه بقى التحديات اللي موجوده عندي في البدايات علشان اتعلم اليو اكس، اتعلم البرودكت ديزاين؟ تمام. عندي اهم 10 اسئله بيسالها اي حد عايز يخش مجال اليو اكس او مجال البرودكت ديزاين. تمام. طيب، اول سؤال: انا مش خريج فنون جميله او حاسبات ومعلومات، هل ممكن ابقى مصمم تجربه مستخدم؟ السؤال الثاني: انا عمري كبير فوق ال 30 سنه، هل من الممكن ان اتعلم تجربه المستخدم واعمل شيفت للكارير بتاعي؟ طيب، رقم 3: انا عندي مشكله في فهم اللغه الانجليزيه، هل يمكنني تعلم تجربه المستخدم؟ انا عندي مشاكل في اللغه الانجليزيه. طيب، رقم 4: طيب انا عايز ابدا بس انا تايه مش عارف ابدا منين، ابدا ازاي؟ رقم 5: انا شغال في شركه، تمام، شغال جرافيك ديزاينر، تمام، او شغال مصمم تجربه مستخدم، بيقول على مصمم تجربه مستخدم، لكن في الحقيقه ما بنطبقش اي حاجه من البروسيس بتاعه تجربه المستخدم اللي احنا بنسمع عنها وحضراتكم بتقولوها. طيب، انا اسمي دلوقتي مصمم تجربه مستخدم يو اكس ولا اسمي يو اي ديزاينر؟ طيب، لما اخلص او لما اخد كورس، هل هجد وظيفه كمصمم تجربه مستخدم؟ السؤال بقى المهم جدا واللي زاد حاليا: هل الذكاء الاصطناعي الاي اي هيقتل وظيفه تجربه المستخدم؟ طيب، انا رائد اعمال وعايز اعمل، عندي فكره عايز اعمل لها تطبيق، تمام، هل ممكن اشتري؟ ايه الفرق لو انا اشتريت تمبلت او قالب جاهز، ولا لازم محتاج اتعلم تجربه المستخدم؟ طيب، قبل ما ابدا اجاوب على الاسئله دي، اكيد جزء كبير من الاسئله دي عند حضراتكم. طيب، مين اللي شايف ان الاسئله دي عنده؟ ممكن ناخد حضراتكم كده واحد واحد. مين اللي شايف ان الاسئله دي عنده؟ تمام. او مين اللي شايف انه عايز يسال سؤال زياده عن كده عشان نقدر نحطه ونجاوب عليه قبل ما ايه يشوف الاجابات دي؟ مين عنده؟ نرفع ايدينا كده. مين عنده سؤال من الاسئله ديت؟ مروان، ماشي. مين تاني؟ لا، احنا عايزين نتكلم، احنا جايين النهارده متفقين ان احنا يعني انتم محتاجين تسالوا وانا هرد عليكم. عندي مروان وعندي مها. مين تاني؟ لا، عايز ناس كتير ترفع ايديها. عندي كريم، ماشي، هناخدكم واحد واحد كده. مين تاني عنده؟ محمد، ايوه. وافنان، ممتاز قوي. مين تاني؟ رحاب، ايوه كده عدد يعني نقدر ناخده. طيب، ومحمد طاهر، تمام زي الفل. مين كان رفع ايديه اول واحد علشان ناخده اول حد؟ كان مروان اعتقد، ولا محمود؟ هتكلم يا باشمهندس. مروان، اهلا بيك يا مروان، اتفضل يا مروان. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا مروان، اتفضل. هو دلوقتي يعني انا عموما عندي كذا سؤال في المجال، بس انا ما اعرفش ممكن اسئلتي تبقى تبع الليسته دي او لا يعني. انا ما اعرفش. هو طب هو اتفضل الفكره ان قول انا لو في مش حاجه. اتفضل قول لو في حاجه اه يعني بعدين نقدر نجاوبها دلوقتي. لو حاجه ادفانسد او حاجه كده بره الحاجه ممكن نخليها في الاخر يعني. اتفضل هو قول. ممكن تكون ادفانسد شويه يعني. الفكره إن انا مش مبتدئ في المجال يعني. هو انا بقالي فتره في المجال، ممكن تكون سنه مثلا. بس انا عندي مشكله ان انا ما ممكن شاء يجي لي الله، اهلا. مثلا شغل معين. ممكن يجي لي شغل يعني انا الى حد ما فاهم اليو اكس، بس ممكن ما اكونش بعرف اطبق عليه قوي يعني. يعني مثلا ممكن يجي لي شغل ممتاز. وليكن اي كوميرس مثلا او تطبيق لتوصيل مطاعم او ايا كان.
انا ممكن اقدر اعمل تصميم للجزء اللي هو اللي انا ممكن الاقي له انسبيريشن، يعني ممكن الاقي اعمل تصميم لجزء المستخدم اليوزر، ده جزء شائع وممكن مم. الاقيه مثلا على بيهانس دريبل وهكذا. في اجزاء تانية مثلا ممتاز. يعني مثلا الطيار مثلا في طلبات مثلا بيبقى ليه تصميم معين، الادمن ليه تصميم معين، صاحب الشركه ليه تصميم معين. انا يعني بيجي لي وقت كده اللي انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ابدا ازاي او ايه الخطوات اللي اعملها. فالفكره ان انا ما اعرفش اعمل تصميم كامل من اوله لاخره. اللي انا اتعلمته اللي انا اعمل الحاجه الظاهريه، حتى لما كنت في كورس وعملت مشروع تخرج كان على حاجه اللي هي الظاهريه اللي انا ممكن اشوفها. انت مروان، خليني اسالك، انت اتعلمت ازاي او خدت كورس؟ يعني اتعلمت ازاي؟ يعني انت سامعك كنت خدت كورس، يعني خدته وانا اونلاين ولا خدته مع حد؟ خدت كورس، يعني اخدته منك اونلاين لنفسك ولا معروف، كان مع حد؟ مع حد اونلاين معروف. تمام. اوكي. اوكي، انا كنت بدي وهو فروض كورس، من فتره. انا عارف حضرتك، هو الفكره ان الكورس كويس، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا لما جيت بقى اطبق كل اللي انا اتعلمته، يعني لما جيت اعمل مشروع مثلا كان عن اي ليرنينج، فانا ما مم. عملتش غير جزء اللي هو زي يوديمي الجزء الظاهري للناس. فانا لما جيت بعد كده مثلا يجي لي شغل فريلانس او ايا كان، حد مثلا يطلب مني انا عايز مثلا اي كوميرس للمستخدم وواجهه ايوه انا فاهم للادمن. الباك اند او بقيه اليوزرز يعني، او بقيه الرولز كمان يعني. انا ما اعرفش اعمل تصميم كامل، ما بعرفش عن طريق اوظف اليو ريسيرش اكس. يعني، عن طريق الريسيرش يعني المفروض تشتغل مع حد تعمل مشروع او التاني. تمام. بص، انت محتاج كورس ادفانسد، يعني ادفانسد شويه، يكون او بوت كامب في مجموعه مشاريع، وتعرف بالظبط الدنيا تمشي ازاي يعني. تمام. ان شاء الله قريب انا هعمل الكورس ده، لان في ناس كتيره جدا عندها نفس المشكله بتاعتك دي يا مروان يعني. فكده كده طبعا ده احنا هنشرحه في الكورس بتاعنا اللي موجود معانا، الناس تبقى فاهمه تقدر تمشي ازاي. اوكي، بس انت اوريدي خلاص خدت كورس، يبقى ده بقى تقدر تكمل في حته تانيه، انت ايه، تاخد كورس ادفانسد يعني. تمام. ماشي يا خلاص مروان. منتظر حضرتك تعمل حاجة. حبيبي تسلم، شكرا ربنا حضرتك. يبارك لك، شكرا لوجودك معانا. طيب مين تاني كان رافع ايده رقم 2؟ كان محمود اعتقد ولا مها؟ لا أنا. السلام اهلا عليكم. بيك. آه السلام عليكم، اهلا بيك يا مها. أنا سؤالي، بص أنا يعني اشتغلت لغاية دلوقتي في 3 شركات، ما شاء الله. واحدة أردنية واتنين سعودية. هايل. مشكلتي إن مش بيهتموا خالص باليو إكس خالص، حقيقي. ومعظم تعاملي دايما مع المبرمج. فأنا ممتاز. عندي سؤال، إزاي أقنع المبرمج إن اليو إكس مهم جدا جدا؟ عشان هو شايفني ماشي يعني حاجة بسيطة جدا في الشغل، يعني أقل واحدة عشان بتعامل مع اليو اي، فاهمني؟ ممتاز أوي. طيب. فأنا عايزة أقنعه ازاي. طيب احنا في الحقيقه احنا مش مسؤولين نقنع حد بحاجه، ولكن احنا بنعمل الشغل بتاعنا بالايفيدنس بتاعته. يعني ايه؟ والله لما بتعملي ديزاين يو اي، اوكي، مش محتاجه تقنعي وتقولي شوف الديزاين ده حلو، شوف الديزاين ده كذا، لا، انت بتعملي السكرين او بتعملي الديزاين وبتكتبي جنبيه ازاي الديزاين ده اتعمل. الديزاين ده بيراعي برنسبلز ايه. تمام. وبالتالي انا هشوف، انا بقى كديفلوبر وتقدمي لي الحاجه ديت. تمام. انا كديفلوبر هشوف ان انت عامله الكلام ده بناء على ستادي، مش بناء على ان مها نامت وحلمت بالديزاين فقامت عملته، او مها خدته من اي حاجه تمرت واشتغلت عليه. تمام. فانت لازم تدعمي الديزاين بتاعك بايفيدنس. تمام. ان انت والله سواء بقى تعملي بنش مارك، تشوفي حاجات مشابهه وتشوفي ايه اللي انت الفرص اللي انت لقيتيها وعملتي ديزاين ازاي، او تكتبي بيست براكتس جنب الديزاين دوت. والله احنا عملنا هنا الحته دي سكرول، عملنا الحته دي هنا بابا بلاي، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. فهو ده اللي انت تعمليه وتقدميه للناس. انت مش محتاجه تقنعي حد، شغلك بالطريقه دي هو اللي بيفهم الناس ان ده ما اتعملش من ايه، ما اتعملش بسحر، لا، اتعمل بطريقه عن استادي يعني. فاهماني؟ تمام. شكرا يا باشمهندس. بس فهي دي النقطه يعني. العفو، الله تسلم. يكرمك. طيب. كان معانا مين تاني بعد كده؟ كان محمد، باين محمد طه ولا محمود اللي رفع ايده بعديه؟ عشان انا مش واضح عندي. طيب كنت اتفضل يا محمود. السلام عليكم. انا السلام عليكم، اخبارك ايه؟ ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ كل عام وانت بخير. حبيبي، انت طيب؟ الله يكرمك.
معلش كنت عايز يعني زي اضيف سؤال كده. الكورس ده الكورس ده يعني ده عايز اقول اصلح اكتر لمين؟ مين اللي يكمل فيه عن الباقي؟ يعني مش عارف طيب اوضح هو سؤال. الكورس ده الكورس ده للمبتدئين، اي حد عايز يخش مجال اليو اكس، تمام. سواء حد يو اكس ديزاينر، حد عايز يخش اليو اكس اصلا، حد يكون اصلا ديفلوبر وعايز يفهم الدنيا ماشيه ازاي في اليو اكس، حتى حد اصلا مثلا برودكت مانجر وعايز يفهم الدنيا ماشيه ازاي في اليو اكس. حد كتير يعني، في ناس كتير تخش يعني. انت فاهم؟ مش عارف دي اجابه ان هو سؤالك لسه ولا؟ حته. بالظبط انا قصدي ان هو مش هيتطرق لحته الادفانس شويه مثلا. يعني ايه الادفانسد بالنسبه لك؟ قول لي. زي ما زميلي مروان كده قال من شويه، حته المشاريع العمليه اكتر. لا، هنعمل مشاريع الفرص. وخليني اه هنعمل مشاريع. خليني لما اشرح الكورس، لو لسه عندك سؤال تاني هاخده منك، يعني شوف الشرح دوت هيكون تمام كافي ليك ولا لا يعني. تمام. تمام، شكرا جدا ليك. ماشي يا محمود، شكرا جزيلا. كريم الاول ولا افنان اللي اعرفك اللي هي الاول؟ أهلا وسهلا أستاذ. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ألقيت أنا فقط عندي استفسار من ناحية ال AI. كيف أنا أقدر طيب أوظف ال AI في ال UI بشكل عام؟ في ال UX هو طبيعي إنه إحنا يعني بنبحث، بنعمل عن ريسيرش عن الكومبيتيتور أناليسيز والأشياء هذه كلها بيساعدنا فيها ال AI زي ChatGPT زي المواقع الثانية. وبس فكرة إنه كيف أنا بدي أوظف ال AI طريقة تخليني أنجز أسرع في شغلي كيو آي. ممتاز قوي. طيب سريعا كده، ده طبعا هنتكلم فيه في الكورس بتاعنا، بس سريعا كده، شايفه السكرين ديت فيها ايه؟ السكرين دي فيها ايه؟ السكرين اللي انا مشيرها دلوقتي ديت؟ التحديات الموجودة في البدايات طيب شايفه فيها الفيجوال اللي فوق؟ يعني يا شايف الفيجوال ده؟ هل الفيجوال ده معبر مع فكرة التحديات معبر بشكل او باخر؟ يعني معبر يعني. طيب الفيجوال ده زمان كنا بنجيبه من على مواقع مثلا زي فري باك او مواقع تانية بتبيع مواقع الفيجوال، تمام. دلوقتي بقى عندي الامكانيه ان انا اكرييت الفيجوال اللي انا محتاجه. زمان كنت مجبر على نوع معين او ستايل معين من الفيجوال، تمام. انا دلوقتي بقدر اكرييت الفيجوال اللي انا عايزه. يعني مثلا ده ايزومتريك 3 دي، اوكي. تعالي كده نشوف هنا برضو الايه الفيجوال ده، تمام. الفيجوال ده برضو شبه الفيجوال التاني، بيكون عباره عن ايه؟ ده حد بيفكر، بيكون في، انا حاولت ان انا اثبت ان يكون في كله كلرفول، الوان واحد، الوان كتيره، تمام، الوان متداخله يعني. ده برضو اتنين يد بتعبر عن البدايه بشكل او باخر عن طريق الشيك هاند اللي موجوده دي، تمام. فده مثلا ده برزنتيشن بسيط كده، برزنتيشن بسيط انا عامله، تمام. دي برضو معموله باليو اي. ايه هو اليو اكس؟ تمام. كلمه يو اكس مكتوبه وحواليها غلاله كده من المصطلحات او غلاله من الحاجه او بتاع، عشان تعبر انها ايه؟ انها جايه من حاجه او في ضبابيه او في حاجه بتنطلق، تمام. فهي مناسبه لكده ايه هو اليو اكس بشكل او باخر. طيب الجزء ده برضو اللي انا حطيته في البدايه دوت، تمام. دي عباره عن حاجه 3 دي ايزومتريك، برضو انا عملتها جنريت بالاي اي. فاذا هنا دي برضو ده هنا عملت تاني وركرز كده، وعملت صغيرين كده، تمام، بس بشكل انسان آلي، تمام. بيعملوا ابلكيشن يعني، تمام. علشان احاول اجمع ما بين فكره الانسان الالي ده يعبر عن الاي اي، تمام. وده موبايل بيتعمل فيه ديزاين ومش عارف ايه والحاجات دي كلها في شكل ايه؟ شكل فانسي لطيف شويه. دي صوره انا اعملها بالاي اي، وبالتالي اقدر بالاي اي اقدر اعمل بالنسبه لليو اي، تمام. نقف بس، اقدر اعمل الاسيتس اللي انا بحتاجها، سواء كانت صور، دي اول حاجه، سواء كانت كمان الكونتنت اللي انا بحطه
المايكرو كوبيز الصغيره انا بحطها في الرسائل او في او في التنبيهات او في التوجيهات او في الارشادات اللي انا بكتبها، دي برضو اعملها لو اعتبرنا ده جزء الكونتنت، جزء من اليو اي، برضو نقدر نعتمد على الاي اي فيها. تمام. حاجه تانية، الاي اي يقدر يساعد لي يعمل لي ريفيو او مراجعه للديزاين او الشغل بتاعي. يعني انا دلوقتي في حد شغال معايا حاليا دلوقتي واحنا بنتكلم، تمام، شغالين وكلام من ده وبتاع، وبعد ما خلص طلبت منه انه ان يعمل ريفيو على الشغل بتاعه بالاي اي. تمام. يسال شات جي بي تي ايه نقاط القوه اللي انا عملتها. اوكي. فنقدر نعمل ريفيو بالاي اي. فده بالنسبه لليو اي بس، يعني فاهماني؟ تمام. طبعا بيقدر يساعدنا كتير ان احنا نقدر بقى نستخدم نجنريت كولر باليتس، نجنريت ستايلز اند سو اون. يعني فاهمه؟ هل كده الاجابه واضحه بالنسبه لك؟ تمام واضحة. بس هذا يعني بيجيب على ماشي. سؤال إنه ما راح يقتل هذه الوظيفة هو ده بشكل بقى أو اللي احنا بآخر، مش راح يعني يعني مش راح يحل محل إنه إنسان يقدر يعمل يو آي. يعني أنا بتذكر موقع مرة فتت عليه كان بيعمل يو آي جاهز، كان يعني بسيط جدا جدا جدا، يعني ولا يمت لأساسيات ولا البرنسبلز تبعت اليو اكس يعني بالمرة. اكيد لا، دايما هيفضل ان في حد هو اللي هيشغل الاي اي. تمام. يعني لو الاي اي دوره كبر، بس هيكون في حد بشري هو اللي بيشغل الاي اي. فاهماني؟ فالاي اي في الاخر از تول، هو تول بالنسبه لنا، اداه. زي ما بيظهر عندنا كل يوم اداه كده من ادوات المطبخ بتسهل علينا الحياه في المطبخ او في الطبيخ او الحاجات دي كلها. تمام. طيب هل دي هتخلينا نستغنى عن الطباخ او عن ماما ربنا يديها الصحه اللي بتعمل لنا الاكل؟ لا طبعا، بتساعدها اكتر نطلع اكل سريع، كميات اكبر، مذاق احسن، انسون. يعني فاهمه؟ فهي تول بس. ماشي. تمام. ماشي، اتفضل يا كريم. شكرا يا افنان. الأخبار ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار؟ كله بخير؟ الحمد لله. أولا برضو للي ما يعرفش، يعني أنا تلميذ عند الباشمهندس سيد في مبادرة رواد مصر يعني، ومن نصايحه برضو يعني ساعدني جدا بصراحة إن أنا ألاقي أول كلاينت، والحمد لله يعني داخل على تالت بروجكت ليا، يعني لو حد هيبدأ المجال. اللهم بارك، ما شاء الله، بالنسبة مبروك يا بقى، حبيبي. الله يبارك فيك. أما بالنسبة بقى لسؤالي، يعني أنا لما بدأت أجرب إن أنا أشتغل وكده، يعني بدأت ألاقي إن المشاريع اللي بتجيلي يعني أغلبها برضو كل اللي بيكون طالبه اللي هو مجرد شكل، زي ما حد من زمايلي قال، اللي هو شكل وحلو كده وخلاص وتمام. فكان سؤالي بقى ان انا مثلا هل عوزت مثلا ان انا ادخل في حته ان انا اكون برودكت ديزاينر اكتر او جزئيه اليو اكس، هل مثلا الموضوع ده ليه كلاينتس معينين في مصر هنا او بره، او ازاي ان انا ابتدي ادور على الموضوع ده وانا او اوصل لبروجكتس اشتغل عليها بالشكل ده يعني؟ طيب بص، طيب هتكلم تاني على فكره ان احنا الناس بتطلب يو اي ما تطلبش يو اكس. يعني انا كبزنس، كراجل بزنس، بص تخيل معايا السيناريو ده. انا كراجل بتاع بزنس، تمام، ما اعرفش في اليو اكس. انا عايز في الاخر تمام. تعمل لي ابلكيشن. خلاص، تعمل لي ابلكيشن. انا ما اعرفش المصطلحات بتاعتكم. اعمل يو اكس الاول ولا ادهن الاول ولا اصنفر الاول ولا اعمل ايه؟ ماليش فيه. انا في الاخر ليا ان انت تعمل لي ديزاين يحل لي المشكله بتاعتي. عملته بقى يو اكس، عملته تي اكس، عملته اي اكس، انا مالي، ما اعرفش. تمام. حتى لو حاولت تفهمني انا فهمت، وبعدين هستفيد إيه؟ مش هستفيد حاجه. انا عايز في الاخر ان انت حضرتك تخلص لي ال الديزاين بتاعي فقط لا غير. طيب انت بقى عشان تعمل الديزاين دوت، عشان تعمل الديزاين ده لازم اصلا تكون عامله بيزد على ريسيرش. فانت كده كده الريسيرش بتاعك وخطوات اليو اكس بتاعتك هتعملها من داخل الشغلانه. يعني ما تقولش الراجل والله انا هاخد 3 اسابيع في الريسيرش، يقول لك يا لهوي الفلوس هي هتخلص ومش عارف ايه. لا، مش هيخاف منك. تقول له خلاص انا هديك يو اي مفيش مشكله ابدا. انت بقى اللي تقسم من داخل المشروع. هعمل جزء ريسيرش، هعمل جزء اطلع فيه كذا، هعمل جزء اطلع فيه كذا، علشان اطلع في الاخر باليو اي. ما اليو اي اللي هطلعه دوت لازم اطلعه بعد ريسيرش. اصل العميل قال لي ما تعملش يو اكس، هو ماله العميل؟ هو العميل مش عارف. العميل مش عارف. العميل مش عارف مصلحته. العميل عايز افضل حاجه.
تمام. افضل حاجه انت بقى تعمل يو اكس ويو، طبعا افضل حاجه يعمل يو اكس ويو اي. اصل ده طب ما هياخد وقت، طب ما انا مش عارف، ماشي حط الوقت ده. هتعمل مثلا تعمل ريسيرش في يومين، خلاص زود الشغلانه يومين فقط بس. ادي كل الموضوع. ما تحاسبوش بقى تقول له اصل في يو اكس كذا بكذا وفي يو اي بكذا، لا 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 لا، ما تكبرش عليه المواضيع علشان ما يتخضش وهو مش فاهم. انت ليه بتعمل كده؟ لان لازم شغلك يكون بيزد على ايفيدنس. اللي انت اليو اي اللي انت عامله ده بيزد على ريسيرش، بيزد على احصائيات موجوده، بيزد على وات ايفر، تمام. فيكون بيزد على حاجه عشان كمان لما تروح لعميل تاني تقول له والله احنا بنشتغل بالكيفيه كذا وكذا وكذا، لما تحطه في البورتفوليو بتاعك هيبقى فيه كذا وكذا، هيجي فيه عميل اصلا هيجي لك علشان انت عامل الريسيرش ده اصلا. فاهم قصدي ايه؟ تمام، شكرا للتوضيح. حبيبي شكرا تسلم يا ربنا. دكتور. طيب حد عنده سؤال تاني قبل ما نجاوب على الاسئله دي سريعا؟ طيب حد في كارير وعايز يشفت الكارير بتاعه؟ طيب حد من اصدقائنا موجود شايف انه خريج كلية ما مثلا وشايف ان دي صعب انه يبدأ من خلالها؟ انا كان في اتفضل يا فندم، آه، اتفضل. أنا عندي سؤال، بس بدي أسأل. هلأ أنا جرافيك ديزاينر ومبلشة يو إكس يو آي ديزاين از فريلانسر. عندي سؤال، عم بعمل ري أبديتنج ريبيلدينج فور ويب سايت فور كلاينت، إنه هل هذا يعتبر يو إكس أو جست ريبيلدينج إنه ذا ويب سايت؟ طيب انت كده بتعملي يو اي، حلو الكلام. طيب وانت بتعملي اليو اي ده بيكون عندك مجموعة من البرنسبلز اللي انت لازم تاخدي بالك منها. يعني ايه؟ اتفضلي. يا عم بسمع. يعني مثلا ايه؟ تاخدي بالك مثلا ان يكون في هيراركي في الكونتنت اللي موجود. خلاص ده يو اكس. انت هتفاجئي ان انت جزء كبير من اللي انت بتعمليه بيندرج تحت اليو اكس. اوكي، هتفاجئي يعني ان انت تعملي هيراركي في الكونتنت ده يو اكس، تمام. ان انت تعملي تبقى كل الديزاين بتاعك كونسيستنت، تمام، شغاله بستايل جايد في كل البيجز واحده وكله كونسيستنت، والالوان واحده في الهيدرز او في السب هيدرز، وفي كل الصور ليها ستايل واحد، دوت يو اكس. فاهماني ازاي؟ ان انت مثلا تكتبي بعض الجمل والرسائل بشكل اكثر احترافيه علشان تركزي على الفانكشن، ده يو اكس. ان انت مثلا تستخدمي مثلا تعملي بريد كرامب كده علشان الراجل يقدر يوصل يبقى عارف هو واقف فين، ده برضو يو اكس. فاهماني؟ فهي دي الحاجات دي كلها انت بتعملي يو اي. لما تذاكري بقى اليو اكس يبقى انت فاهمه كل حاجه عاملاها في اليو اي دي معموله ليه. فاهماني يا سونيا؟ بنطق اسمك ثانك يو. صح؟ يا ثانك يو. اوكي، اهلا بيك اهلا بيك. طيب حد تاني عنده سؤال؟ كان في حد تاني باعت اعتقد في الرسائل او حاجه. طيب ولاء بتقول مشفته بمجالها، مش عارف مجالها ايه بالظبط، ودخلت يو اي اكس. اخدت كورس بس عايز اعرف لازم ادرس جرافيكس؟ طيب طبعا لازم ندرس في مرحله ما هندسه طبيه. اهلا وسهلا بيكي. طبعا لازم ندرس في مرحله ما ندرس اليو اي. اوكي. ولكن قد لا تكون في الاول علشان احنا لسه مثلا مخلص الكورس او حاجه، لكن لا لازم طبعا دراسه اليو اي. وعشان كده دايما بنقول احنا لازم يكون عندنا رود ماب دايما نذاكر او نشتغل بيها. يعني احنا لسه عندنا دايما لما بنخلص حاجه بيكون عندنا خطوه تانية بناخدها، خطوه ثالثه بناخدها. يعني مثلا سونيا ما شاء الله هي اصلا جرافيك ديزاينر، فهي مخلصه الجزء ده بتاع الجرافيك ديزاين، فهتكمل الجزء بتاع اليو اكس. تمام. انت مثلا خلصت الجزء بتاع اليو اكس، محتاجه تخشي في الجزء بتاع الايه، بتاع اليو اي يعني. تمام. واضح كده ولا لا؟ تمام ماشي واضح. طيب مين تاني عنده سؤال؟ طيب سريعا كده انا مش خريج كليه فنون، بس هل ممكن ابدا مصمم تجربه مستخدم؟ انا ماليش علاقه بالفنون او بالبي اي. زي انا لسه قايل على مع ولاء نقدر نتعلم نقدر نتعلم اليو اي، نتعلم البرنسبلز، نقدر نتدرب عليها، دي ما فيهاش مشكله ابدا يعني. طيب انا سني كبير ممكن اتعلم تجربه المستخدم؟ في الحقيقه دي ملهاش علاقه بالسن، هي ليها علاقه بانت عايز تعمل ايه.
تمام، عايز فعلا تعمل تغيير حقيقي وجاد في التغيير دوت، هتقدر تعمل الكلام دوت. لكن تخش شهرين 3 4 شهور تاخد كورس وبعد كده تكسل اصل ما لقيتش حد، ما لقيتش وظيفه، ما لقيتش كذا، مش عارف كذا، لا. الكلام دوت بيكون استمراريه، والاستمراريه ان شاء الله بشكل كبير قوي قوي ربنا هيوفقك وهتوصل. ليه انا بقول الاستمراريه؟ الاف الناس بيخشوا اي مجال، سواء مجال الجرافيك ديزاين او مجال التصوير او مجال اليو اكس اند سو يعني، تمام. طيب بيخش المجالات دي بيخشوها كتير الاف وبيخرجوا منها الاف. يعني مين اللي بيستمر؟ مين اللي بيكمل؟ مين اللي بيوصل؟ اللي بيستمر حتى لو قدراته ضعيفه بس كل يوم بيعمل فرق بسيط، ده هو اللي بينجح. فالاستمراريه ان شاء الله بشكل كبير قوي 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 تكون مؤهله ان شاء الله انت تنجح وتكمل. تمام. طيب مشكله تانية، انا عندي مشكله في فهم اللغه الانجليزيه. تمام، انا مش خريج مدارس لغات او مش بمارس، انا بتكلم يعني بفهم انجليزي لكن مش بمارس، مش بقرا الحاجات دي كلها، لكن عندي الاساسيات والكلام ده كله. هل اقدر اتعلم تصميم تجربه المستخدم؟ طيب في الحقيقه دايما انا بقول للاصدقاء كل المحتوى اللي احنا بندرسه بشكل او باخر تمام بيكون المتوافر فيه باللغه الانجليزيه بشكل كبير جدا 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 قوي يعني. تمام، فلو انت مش قادر تتعلم اللغه الانجليزيه ده هيكون عقبه بالنسبه لك، عقبه وتحدي. تمام. طيب اعمل ايه؟ انا دايما بقول لهم فكره لطيفه جدا جدا. لو انت داخل تتعلم اليو اكس مثلا، الكورس بتاعنا حوالي 3 شهور، اوكي، كانك بالظبط في سمستر في الجامعه او في ترم في الجامعه بتاع معاك مادتين، ماده اليو اكس وماده الانجليش. تبدا من النهارده. تمام، بس تكون جاد، هنتكلم عن الجديه، تكون جاد. معاك مادتين، اليو اكس والانجليش. هتبدا تاخد اليو اكس، تحدد هتفرغ وقت زي مثلا احنا عندنا 6 ساعات في الاسبوع سيشنز بناخدهم في اليو اكس كورس بتاعنا. تمام، يبقى لازم توفر قدامهم 6 ساعات في الانجليش، ماده سبجكت عندك لازم تتعلمه. اوكي. طيب يا باشمهندس، عبال ما نتعلم ايه اللي هيحصل بقى؟ والله عبال ما نتعلم في عندنا تولز كتيره جدا جدا بتترجم المقالات. تمام، اي حاجه بفهم اللي بفهمه بالانجلش، واي حاجه فيها صعوبه اترجمها بمقالات، اخدها احطها على شات جي بي تي اقول له لخص لي ده باللغه العربيه او اعمله باللغه العربيه. هتلاقي الدنيا سهله وسريعه قوي بالنسبه لك يعني. ولكن لازم الحل على مدى الطويل اللي انت تتعلم اللغه الانجليزيه وتبدا فيها، والحل على المدى الصغير تستعين بالتولز الكتيره جدا 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 اللي خلاص اللي ما ينفعش تقول اصل انا ما اعرفش. تمام، يعني وفرت التولز اللي جت دي بقى احرجتنا كلنا يعني، خلت التعليم سهل بشكل كبير يعني. طيب انا عايز ابدا ولكن مش عارف ازاي يعني، ابدا منين يعني. تمام، السؤال دوت الاجابه بتاعته ان انت لازم تبدا الاول. ربنا يعافينا، لما اي حد بيتعب بيروح فين؟ في ناس بتروح الصيدليه، تمام، تجيب منها اي دواء، وفي ناس بتروح للدكتور. اوكي. طيب اني حد منهم بيكون اقرب؟ طبعا الشفاء باذن الله يعني، اني حد منهم يكون اقرب الى الشفاء باذن الله؟ اللي راح الصيدليه ولا اللي راح للدكتور؟ اسمع من حضراتكم. دكتور. الدكتور. تمام. اوكي. طيب هنا في الحاله ديت الناس اللي تبدا تتعلم بتعمل غلطه كبيره قوي 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 قوي، انها بتبدا مع نفسها او بتستشير اللي مش هيقدر يديها الفايده بشكل او يعني. ايه مثلا؟ ممكن استشير حد خد الدواء دوت، تمام، بس اللي خد الدواء دوت عنده ظروف مختلفه وعنده باك جراوند طبي مختلف والحاجات دي كلها، يبقى انا المفروض اقصر الطريق واروح استشير دكتور. طيب العمليه التعليميه يا جماعه الناس مش حطاها كبزنس، لا، هو المفروض العمليه التعليميه حضرتك تحطها كبزنس، وعلشان تنجح في البيزنس ده لازم تستثمر فيه، تستثمر من وقتك وتستثمر من مالك. تمام، تاني، تستثمر من وقتك وتستثمر من مالك. تخيل كده انت هتفتح بيزنس بس معكش فلوس. انا عايز افتح بيزنس ومعيش فلوس، ومتخيل ان البيزنس ده هينجح. طب ما ينجح ازاي؟ فلازم تستثمر في وقتك، لازم تفهم تحط في مايند سيت بتاعتك ده استثمار. تمام، استثمار في الوقت واستثمار في الفلوس. طب هنتكلم بعد كده لو انت ما عندكش قدره ماليه تقدر تعمل ايه، ولكن لازم الاول تبقى عارف ان في اساس كده استثمار في وقت وفلوس. والله ما فيش وقت هنعمل استثناء مش القاعده. وبالتالي اي حد عايز يبدا لازم يروح لحد متخصص
ياخد عنده استشاره ما سواء مجانيه او سواء مدفوعه، يقول له ابدا ازاي، اعمل ايه. تمام. لان لما بنيجي نسال على الجروبات بتاعه سواء اللي انا مودريتور فيها او اي جروب تاني، حد يقول لك روح اسمع فيديوهات مش عارف مين، روح اسمع فيديوهات مش عارف مين. ايوه طب ماشي سمعت الفيديوهات، طب فين مكانها الفيديوهات دي في الخريطه التعليميه بتاعتي؟ لازم يكون في رود ماب، لازم يكون انا هعرف بالظبط هعمل ايه ومش هعمل ايه والحاجات دي كلها. فهي دي نقطه كبيره جدا، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله في ويبينار زي دوت، هنوضح للناس ازاي نبدا بشكل او باخر يعني. تمام. طيب في سؤال كان حد لسه بيتكلم فيه، انا شغال في شركه بس الشركه ما بنعملش تجربه المستخدم خالص يعني، فانا قلت لها ان انت لازم كده كده انت محتاجه تعمليها وتوضحي ان ده عملت فيه 1 2 3 4 و5 يعني. تمام. كده الناس حوالينا هيتعلموا بدون ما نضغط عليهم او بدون ما يفهموا ان احنا احسن منهم او اشطر منهم، لان في بعض الناس بتقفش من الحاجات دي. تمام. يعني ممكن علشان سيد مش هاخد منه حاجه عشان جاي من سيد، انا بحب السيد مثلا. تمام. لكن طبعا لا، سيد محبوب يعني. تمام. لكن عشان بس جايه منك مش هاخدها، لكن فاهمني ازاي. فدايما بنحاول نخرج نفسينا من ان احنا مش جايبين الكلام ده من عندنا، لا جايبينه بايفيدنس يعني. تمام. طيب لما اخلص بقى هل هلاقي وظيفه؟ طيب تعالوا معايا كده نبص سريعا على البرزنتيشن بتاعنا. دي اجابات للحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. اوكي. هنتكلم برضو عن الحته ديت نرجع لها تاني. انا مش خريج كليه فنون او علوم حاسب، ازاي اقدر ابقى مصمم يعني. طيب احنا في عندنا 3 انواع من السكيلز: سوفت سكيلز واندستري سكيلز وكروس اوفر سكيلز. السوفت سكيلز دي اللي هي بتتكلم على التعاون والتواصل والتعاطف والتفكير النقدي and so on. تمام. والحاجات دي احنا بنتعلمها بشكل بشكل عادي يعني. طيب الاندستري سكيلز اللي هي المهارات اللي ليها علاقه بالاندستري ذات نفسها. تمام. زي مثلا الواير فريمنج، اليو اكس رايتنج، الفيجوال كوميونيكيشن والاي اي واليوزر تيستنج، ودي بنتعلمها في الكورس بتاعنا او في اي كورس تاني. طيب الكروس اوفر سكيلز بقى، الكروس اوفر سكيلز دي من الحاجات اللي بتميز كل واحد عن التاني. يعني ايه؟ يعني مثلا انا سيد خريج كليه فنون تطبيقيه، فاوريدي عندي حته الفن وحته اليو اي عندي عاليه، فانا عندي كروس اوفر سكيلز في الحته الفنيه دي عاليه، فانا بستخدمها علشان اتميز. حد تاني مثلا خريج حاسبات ومعلومات عنده فكره التحليل وفكره التواصل مع الديفلوبر وفكره البيزنس عاليه. تمام. فبيستخدمها علشان تبقى فارقه معاه. اذا لو انا مش خريج كليه فنون بس عندي خلفيه ما اللي هي اسمها كروس اوفر سكيلز دي، سواء بقى خلفيه مهنيه او خلفيه تعليميه، هي اللي بتميزني. وانا دايما بقول الكلام ده زي ايه؟ لو انا دلوقتي لاعب كره قدم، احنا عندنا 11 لاعب في الملعب، كل فريق فيه 11 لاعب، بس في واحد بيعرف يلعب بهده. تمام. في واحد تاني بيعرف يلعب برجل الشمال، في واحد تالت بيعرف يلعب برجل اليمين. تمام. وبالتالي كل واحد ليه ميزه، كلهم لعيبه كوره بس كل واحد ليه ميزه ومطلوب في حته معينه، فانا اقدر استخدم خبرتي العمليه او العلميه المختلفه ان انا اتميز وافرق عن الاخرين، ويكون ليا طلب ويكون ليا حضور. فاهمين الحته دي يا اصدقاء؟ طيب هنوصل للجزء دلوقتي. لما هخلص هل هلاقي وظيفه؟ طيب دي سكرين شوت من موقع اسمه لينكد ان. واعتقد لينكد ان ده موقع هو سوشيال بس شويه بروفيشنال شويه، واحنا بندور على وظائف عليه، والشركات بتطلب على وظائف عليه، مش بتطلب على الفيسبوك، بتطلب على لينكد ان. تمام. فانا عملت سيرش على يو اكس ديزاينر في ايجيبت هنا. تمام. لقيت 100 ريزلت. الكلام ده كان اعتقد شهر واحد يعني. تمام. طيب فده معناها ان في 100 وظيفه بتدور على اليو اكس. ال 100 وظيفه تتنوع ما بين السينيور وما بين الجينيور. تمام. طيب السؤال بعد كده اللي كانت سألته أختنا، مش فاكر اسمها بالظبط بس يعني مين كان سأله؟ الشير وقف. مين كان سأل السؤال؟ هل الذكاء الاصطناعي هيقتل وظيفة تجربة المستخدم؟ طيب دي من الأسئلة اللي أنا بقول عليها ولا. هيقتلها لو أنا ما استخدمتش الاي اي. لو أنا كسيد ما استخدمتش الاي اي خلاص هيبدلوني. لكن
مش هيقتلها لو انا استخدمت الاي اي. تمام. لو انا استخدمت الاي اي، معنى ايه الكلام ده؟ معناه الاي اي بالنسبه لنا كتول لازم استخدمه علشان ابقى اب تو ديت، علشان الشركات اوريدي طالبه كده، علشان هيكون اسرع عليا في الانتاج. الناس كلها اسرع مني وانا بطيء عشان مش عايز استخدم الاي اي او ما بعرفش استخدمه. هم بيستخدموه عشان بيسرع العمليه الانتاجيه، بيخليها اكثر كفاءه، بيخليها اكثر دقه، بيحطها في حته تانيه. تمام. فيبقى لازم استخدمه. خلاص، يبقى هو كده مش هيستغنى عني، ولكن انا استخدمه از تول. واضحه النقطه دي يا شباب؟ واضحة يا باشمهندس، بس هل احنا هنستخدمها في الكورس؟ اه طبعا، هو ده اللي هنتكلم فيه بقى في الجزئيه دي، كيفيه التعلم الصحيح. عشان نتعلم لازم يكون عندنا خطه، لازم يكون عندنا عقليه مايند سيت مجهزه للتعليم. لازم نعرف ان التعليم دوت بيزنس واستثمار في وقت وفي جهد وفي مال. لازم يكون فيه التزام، لازم يكون فيه تفاعل، لازم يكون فيه ممارسه. اوكي طيب، سريعا كده بقى هنخش على جزئيه شرح الكورس بتاعنا. تمام. طيب هنبدا منين؟ خليك معايا لحظه واحده، هبدا شهر دلوقتي. نبدا من هنا. طيب شايفين كده؟ طيب دي اللاندنج بيج اللي حضراتكم دخلتوا عملتوا ريجستر من عليها او اشتراك من عليها. تمام. بس ده الفيو بتاع الويب. اعتقد نسبه كبيره من حضراتكم دخلت على الموبايل. تمام. فهي معموله ريسبونسيف، نقدر نعرضها على الويب، بس ايه، الترتيب بيختلف بناء على السكرين. طيب مين، طبعا كلكم كده كده لان لازم تكون دخلتوا عليها يعني. تمام. طيب خلينا نبدا منها ونكمل بعد كده بالفايل الموجود معانا. اوكي طيب، في الكورس ده هنتعلم ايه؟ في الكورس ده هنتعلم اساسيات تجربه المستخدم، وازاي هنفهم ان احنا نبني منتجات رقميه. خلاص. طيب ازاي نوظف الذكاء الاصطناعي الاي اي في جميع مراحل التصميم بتاعتنا، بدايه من الريسيرش اللي بنعمله، البحث والتحليل، وصولا الى انشاء النماذج الاوليه لليو اي واير فريم او البروتوتايب يعني. تمام. وهنتعلم في الكورس ده نصمم ازاي واجهات ايه حديثه، تمام، متوافقه مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربه المستخدم. وهنتعلم طبعا مهارات ايه استخدام فيجما ونشوف امكانيات الذكاء الاصطناعي اللي موجوده اللي نقدر نستخدمها في اليو اي زي ما اتكلمنا برضو مع صديقه من الاصدقاء هنا. تمام. وطبعا هنتعلم ازاي نعمل حاجه اسمها ريسبونسيف ابلكيشن. زي ما انتم شفتوا ان الديزاين ده كان دي شكل مختلف، على هو ديزاين واحد بس بيكبر او بيصغر بناء على السكرين المعروضه عليه يعني. طيب ده كله من خلال ايه بقى؟ من خلال ان احنا هناخد مجموعه من المشاريع العمليه. تمام. المشاريع العمليه اللي هنجاوب فيها بقى انا مجموعه اسئله، زي اعتقد سؤال مروان لو انا فاكر. تمام. ازاي اقدر اصمم لجزء انا مش شايفه؟ يعني لو هنصمم الانترفيس باستخدام اليوزر، طب الجزء الباك اند ازاي نقدر نصممه؟ تمام. فاحنا هنعمل تصميم لتطبيق موبايل لخدمات السيارات. ده هيساعدك ان انت تتابع الصيانه بتاعت السيارات بتاعتك، وتدور على اماكن قريبه، وتشوف نصايح على العربيات انسون يعني. تمام. طيب هنشوف ازاي بقى نعمل التطبيق ده. التطبيق ده فيه مثلا جزء اللي هو بيقول عليه مروان، اللي هو الانترفيس بتاع اليوزر، بيخش مثلا يحجز ميعاد لخدمه الصيانه، وفي جزء تاني لشركه الصيانه بقى بتشوف مين اللي حجز ومين المواعيد ومين اللي موجود دلوقتي، وبتتابع ايه التيكتس اللي اتفتحت انسون يعني لو في مشاكل او حاجات. تمام. طيب تاني حاجه هنعمل ويب موبايل. نعمل ويب بقى، هنا عملنا موبايل، هنا هنعمل ويب لدار نشر. تمام. يعني مثلا دار نشر اللي هي الايه الشركات اللي بتنشر الكتب، بتطبعها وبتنشرها. اوكي. فدار نشر بيكون عندها عايزين يعملوا ويب سايت انهم يبيعوا فيه الكتب اللي بتتعمل. هنعمل ازاي بقى الويب سايت دوت؟ اوكي. وبعد كده هنعمل لوحه تحكم او كنترول بانل او باك اند كده زي اللي كان ورانا بيتكلم، بتساعدنا بقى. دي هتكون لاداره فريق العمل او الاتش ار ديبارتمنت في اي شركه.
تمام، بتساعدنا بقى ازاي تتبع المهام وتشوف الايه كل اداره العمل ازاي نقدر نعملها. تمام. طيب بعد كده بنقول الكورس ده ليه حلو، الكورس ليه جميل، علشان احنا هنعرف نستخدم الاي اي ازاي، عندنا مشروعات عمليه، وكمان الكورس ده محدث لغايه استخدام الاي اي لغايه لما ظهر يعني. تمام. طيب طبعا انا وضحت لكم ان دي خبرتي، عندي 22 سنه، كمان هيكون في معانا منتورز هيساعدونا في كل الايه المراحل اللي احنا بنشتغل فيها، ودي نبذه بسيطه عنه. طيب الكورس بتاعنا التكلفه بتاعته $200 او 10000 جنيه مصري، ده قبل الخصم. طيب في عندنا 30% خصم على الكورس، تمام، يبقى وصل ل 7000 جنيه. بعد كده في عندنا خصم اضافي 5% لاي صديق هيشترك معانا ويكون حضر الكورس المجاني اللي عملناه في شهر واحد اللي هو يو اكس كيك ستارتر. تمام. او لو اي حد حضر هنا ال 5% ديت لو اي حد من جروب يوكسويه او من الناس اللي حضرت معانا اليوكس كيك ستارتر، وفي 10% خصم اضافي للتسجيل المبكر. تمام. يعني ممكن توصل الى خصم، تقدر تدفع 5500 بدل 10000 جنيه بعد اقصى خصم لو قدرت تحصل على الثلاث خصومات دول يعني. تمام. هتوصل ل 5500. طبعا دي طرق الدفع اللي حضراتكم شفتوها، دي كلها مجموعه من الاسئله لو حابين يعني برضو عندكم اللينك تقدروا تخشوا. موضوع الكورس ايه، الهدف من الكورس ده مناسب لمين، ازاي هيساعدني في رحلتي، هل في متطلبات سابقه، مده الكورس قد ايه، اللي هحصل عليه بعد الكورس، هل الكورس مجاني، هل سيتم تفهيم التعليميه بعد الكورس انسون يعني. تمام. في الاخر ما هي الشروط والاحكام. طب احنا عايزين بقى نشوف محتوى الكورس ذات نفسه. تمام. تعالوا مع بعض بقى نشوف مين فيكم اللي شاف اللاندنج بيج دي بشكل مفصل كده وشافها، يعني نسمع من الاصدقاء. مين اللي شافها وفصصها كده؟ وانا شفتها على الموبايل بصراحة، بس ما شفتهاش على الويب. ماشي تمام اوكي يعني، بس شفت يعني تفحصتها يعني على الموبايل، يعني وصلت فيها شفت اللي احنا قلنا ده كله. ممكن، بس يعني ما ركزتش بصراحة، يعني كنت بس بركز على الكورس هيشرح ايه وهكذا. ممتاز قوي. طيب في حد تاني شاف طبعا كلكم سجلتوا ففتحتوا البيج دي، في حد فر كده يعني شاف انها فادته بحاجه او كان عنده سؤال وجاوبت عليه على حاجه؟ أنا شفتها. الأول السلام عليكم، سلام أنا عليكم، اهلا محمد. بيك يا محمد. إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. أنا لما جيت أسجل أنا فتحت وسجلت بسرعة الأول، وبعدين دخلت بعد كده بعد ما سجلت بيوم أو حاجة. بصيت عليها تاني عشان كنت عايز أعرف التفاصيل أكتر، بس كنت عايز أحجز مكان يعني أسرع. ودي كانت ممتاز. ميزة بصراحة إن مكان الحجز كان موجود فوق، ودي كانت حاجة كويسة. يو اكس لأن بقى. معظم إيه؟ يو اكس بقى. طبعا. ده لو كنا وقعنا فيها كانت هتبقى مشكلة دي. وبعدين لأن معظم لاندنج بيج بتاع المنتجات بتبقى يعني بالمصري كده بتروشك، يعني سجل هنا، مم. اعمل هنا، الحق مش عارف ايه، وبعدين تلاقي كلمات اللي هو لو ما لحقتش النهارده في 5 اشتروها وانت السادس، ولو ما حصلش هيحصل كذا. فهي بصراحة كانت اول حاجة جايبة التارجت بتاعها ان احنا سجل اتفضل ده التسجيل. تاني حاجة هي شارحة كل حاجة موجودة تحت، وانا قريت كل حاجة. ممتاز يعني قوي. انا مهتم بصراحة، انا كنت عايز اقرا كل حاجة علشان اعرف انا هستفاد ولا مش هستفاد. عشان لو ممتاز مش قوي. هستفاد سيب مكان لغيري، او على الاقل انصح غيري. يعني انا من ساعه انا حضرت اخر سيمينار اللي هو كان في شهر واحد كيك وكان ستارتر. ممتاز. ايوه. مم. وتابعت حضرتك طبعا من زمان، يعني متابع حضرتك من فتره. يشرفني. وتسلم ربنا يخليك. وانا شايف ان هو اللاندنج بيج ك كيو اكس ممتازه، يعني فيها كل المطلوب. ايه الكورس وبيقدم ايه، وسؤال واجابه والتسجيل وتمام يعني. بس ممكن اليو اي يبقى مختلف، بيتعمل اكتر من طريقه، بس هي كيو اكس ده المهم.
انا داخل عايز كذا، ومش عايز مش عايز دوشه كتير يعني. فهو بصراحه ما فيش اي مشكله. بس في ناس، انا بصراحه في الاول دخلت عشان الحق مكان، لان انا ما كنتش بس فاهم. بفتح اللينك الاول اسجل، وبعد كده بشوف إيه الموضوع بقى. نشوف بقى. تمام. تمام. لان ساعه ما شفت البوست لقيت ان في ايميل جه وهنغير ميعاد وبتاع. فانا لقيت فقلت اسجل الاول، لان المره اللي فاتت انا ما لحقتش الميعاد يعني دخلت في النص، امم. ما لحقتش كل السيشن. امم. فحتى قعدت بعد ما خلصنا قعدت انا وزمايل اللي هي ما نعرفش بعض، اتعرفنا على بعض والله. والله قعدنا اتعرفنا على بعض، وقعدنا نتكلم نتناقش في اللي حصل في السيشن، امم. وبقينا اصدقاء يعني لحد حتى الان بنتواصل وما شاء الله هايل. فيهم ناس بدأوا ونصحنا بعض في شويه حاجات كده. يعني و كوميونتي يعني. اه بس على الضيق كده يعني 5 6 كده. اه، يعني الحمد لله قدرنا يعني يكون سبب ان في كوميونتي يعني. ايوه ايوه، الناس بتحب اللي يشاركهم الحاجات اللي بيحبوها، حتى لو كانوا منطويين شويه او كده يعني. ممتاز. انا اصلا يعني انا في المجال من زمان، بس انا بقالي كتير انا بدرس اصلا، بدي كورسات وكده، بس انا بقالي ما كتير. شاء الله، اهلا بيك اهلا بيك، تمام. جميل يعني، اهلا بيك. فا لا يعني هل يخفى القمر يعني؟ ربنا يبارك بس لك. انا بقالي كتير، فعشان كده انا محتاج ان انا اعمل ايه، اعمل ريفريش واعمل ريهابيليتيشن لنفسي، لان بعد الاي اي فانا كنت فعلا الحاجه الوحيده اللي لفتت نظري بالنسبه لحضرتك يعني موضوع ان حضرتك عملت ابديت على طول لموضوع الاي اي. وانا اخدت اكيد. كام شهاده في اي بي ام بالنسبه لموضوع الاي اي اول ما نزل. بس لحد دلوقتي ما فيش ولا شركه من الشركات حتى الكبيره اللي انا اشتغلت فيها، بشتغل فريلانسنج في شركات كبيره في ما شاء اوروبا الله. واستراليا، اكتر من شركه يعني. لسه هم خايفين اصلا يعتمدوا على جزء الاي اي ده بنسبه 100%. يعني بنعمل ريفيو، امم. نعمل يو اكس رايتنج، نعمل يعني في الاخر كده اللي هو ايه، خلي الانسان يعمل الحاجه، وشوف كده رأي الاي اي هيعمل ايه وراه، يعني عشان يطمنوا، يعني بيحبوا ايه يطمنوا. خصوصا ان ايوه في ممتاز. جزء كتير فينتك اللي هو فاينانس، فهم بيخافوا مع تجربة المستخدم هيطير بالفلوس بتاعته، مش بس ايوه. هيقفل الابلكيشن يعني. اهلا انا بيك اسف يا ان محمد. أنا وقت لا 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 اكتر. لا لا، انا يسعدني طبعا. انا عمال اقول مين حد في حضر يو اكس كيك ستارت ما حدش جاوب، لا انا فكويس قلت انك جاوبت. زمايلي هم حق مني، لان انا ممكن ما اكونش. لا، قول 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 قول، انا جاوبت. بس يعني انا عايز اعرف يعني الناس اللي حضرت الكورس يعني اللي قبل دوت يعني، عشان حتى انا كمان ياخدوا ال 5% الزياده يعني خصم يعني. انا لو دخلت هاخد خصم اكتر من كده. ماشي. ماشي يا فندم، اتفضل، تحت امرك تحت امرك. الله يخليك، تحت تسلم. امرك، ماشي. شكرا لك يا محمد، ميرسي يا عم. الله يخليك، في حد تسلم. عنده سؤال تاني؟ طيب تعالى سريعا كده نبص بقى على المحتوى بتاع الكورس بتاعنا، وازاي احنا مقسمين المحتوى. تمام. طبعا المحتوى دوت هيتبعت لكل الناس اللي هتبدي اهتمام يعني او اشتراك في الكورس. يعني بنتكلم بشكل سريع كده عن اوفر فيو الكورس ده بيركز على ايه. تمام. وبعد كده بنتكلم على الكورس اوبجكتيفز، الاهداف بتاعت الكورس، ان انت تتعلم زي ما احنا قلنا الفاندمنتال بتاعت اليو اكس، بتفهم الاي اي والدور بتاعه في اليو اكس. تمام. بتاخد بقى خبره عمليه وبتشتغل بايدك في مجموعه من الحاجات اللي ليها علاقه بالاي اي. بتفهم ازاي تعمل بتديفلوب ا بروبلم سولفنج مايند سيت، ازاي تنشط او تخلي العقليه بتاعتك انها تحل مشاكل. طبعا بتابلاي يو اكس ميثودولوجي اللي احنا بنشتغل بيها. طيب القيمه من الكورس ده ايه، او الفاليو بتاع الكورس ايه؟ لما تكمل الكورس دوت خلاص هتكون قادر على ان انت تفهم اليو اكس ديزاين. هتلم الفاندمنتالز بتاعه اليو اكس. تمام. وازاي الاي بينهانس الديزاين ديسيشن اللي احنا بناخده. اوكي. ودي طبعا دي حته مهمه قوي. اوكي. طيب طبعا بتعمل ماستر يو اكس برنسبل اند بروسيس، بتتعلم بشكل قوي وبتسيطر وبتفهم على البرنسبلز والبروسيس زي اليوزابيلتي والاكسسبيلتي واليوزر سنترد ديزاين. تمام. طبعا بنستكشف اليوزر ريسيرش والانفورميشن اركتكتشر. تمام. وبعد كده بنبني واير فريم، هتقدر تبني بعد كده واير فريم. وبعد كده في الاخر تقدر، ودي اهم نقطه، ازاي انت تقدر تطور. تمام. بعد ما نخلص الكورس دور لنفسك، تطور لنفسك رود ماب.
تمام، عشان تقدر تكمل في العمليه التعليميه. طبعا انتوا عارفين اي كورس في الدنيا بتكون البدايه للعمليه التعليميه، تمام. اللي يعتبر اي كورس انه هو ده النهايه، لا بالعكس، ده بيكون البدايه. فعشان كده بقول الكورس، اي كورس بناخده لازم يطور لنا رود ماب، ازاي نعرف النكست ستيب بعد الكورس هنعمل ايه، الخطوه الثانيه هنعمل ايه. طيب هنشتغل بايدينا مشاريع زي ما احنا قلنا، موبايل ابلكيشن، هنشتغل ويب انترفيس، وهنشتغل ايه، ويب ابلكيشن، ودول ذكرناهم واحنا بنتكلم على في اللاندنج بيج يعني. طيب مين التارجت اودينس، مين اللي هيقدروا يستفيدوا بالكورس دوت؟ الديزاينر زي ما احنا قلنا، كان في حد سالني السؤال دوت، البيزنس اونر ورواد الاعمال، لو في اي حد عنده مشروع عايز يعمله، تمام، وعايز يفهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام. البرودكت مانجرز والماركتنج مانجرز، تمام. الديفلوبر برضو يقدروا ياخدوا الكورس ده عشان يقدروا يفهموا يتفاعلوا مع اليو اكسر ازاي، عشان احنا زي ما كان في عندنا مشكله، زميله كانت بتتكلم بتقول الديفلوبرز مش فاهمين، مش بيقيموا، مش بيقدروا اللي احنا بنعمله. دي من الحاجات اللي هافتوا ان الديفلوبرز يطوروا نفسهم فيها بشكل كبير يعني. بس بقى يعني ايه، محتاجين المايند سيت بتاعتهم تتغير يعني. اي حد فريلانسر محتاج انه ايه، يخش الكريتيف اندستري، فدول الناس اللي يقدر الكورس ده يتوجه ليهم بشكل كبير. طيب الكورس بتاعنا الديوريشن بتاعته ايه؟ احنا الكورس بتاعنا حوالي 66 ساعه، تمام، على 22 سيشن. بناخد يومين في الاسبوع، كل يوم 3 ايام. طريقه التعليم بتاعتنا بتكون بالعربي وبالانجلش، يعني احنا اغلب المحتوى زي ما انتم شايفين بيكون بالانجلش، تمام، واحنا بنتكلم بالعربي وبنشرحه ايه، بالعربي على الانجلش يعني، تمام. اوكي. طيب هل في متطلبات او بري ريكويزيتس مطلوبه اي حد؟ في الحقيقه لا، ما فيش متطلبات محدده ان انت تكون عارف حاجه معينه قبل ما تخش معايا في الكورس. الفكره كلها بس ان انت تكون عندك دماغ ان انت تعمل بروبلم سولفنج، تكون دماغك لطيفه، بتحب تحل مشاكل، بيكون عندك كمان يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز، يعني بتتكلم. يعني انا يعني في حد دخل معايا كورس قبل كده وكان بيقسم عليا، يا باشمهندس ما تسالنيش خالص قدام حد، يا باشمهندس ما تدخلنيش في مشاريع، في جروبس مع مشاريع، الحاجات دي كلها. فطبعا دي كانت مشكله كبيره جدا، لان انت اصلا كيو اكس ديزاينر او كبرودكت ديزاينر لازم تتعاون مع الناس، مع التيمز، مع اليوزر، مع البيزنس. فلو عندك مشكله في الكوميونيكيشن سكيلز يعني لازم تتحل، او لازم نتخطاها بشكل او باخر. طبعا هنا شرح كامل للبروجكتس الاول والثاني والثالث، تمام، وحتى كمان في تفصيله في البروجكت الرابع. اوكي. طيب هنا بقى المحتويات بتاعت الكورس. المحتويات الكورس بتاعتنا مقسمه لحوالي 10 سيكشنز: يو اكس ديزاين اوفر فيو، بلاننج اند ريسيرش. هتلاقي فيه علامات صفراء وعلامات زرقاء. العلامات الصفراء دي الاجزاء اللي اضيفت حديثا، تمام. كل العلامات دي الاجزاء اضيفت حديثا. الجزء الاي اي اللي اتضاف، يعني هنا اليو اكس ديزاين اوفر فيو، تمام. ما كانش في زمان اي اي فاندمنتالز، ما كناش بنتكلم على اي اي فاندمنتالز، تمام. دلوقتي هافتو ان احنا نتكلم على الاي اي فاندمنتالز، يعني ايه الاساسيات بتاعت الاي اي اصلا يعني، تمام. سواء حضرتك عارفها او سواء مش عارفها، لان انت ممكن تكون عارفها بس عارف لقطات من يمين من شمال، الصوره مش مجمعه. احنا بس هنجمع البازل ده عشان الصوره تكون كامله، الصوره تكون واضحه بشكل او باخر، تمام. لكن الكورس مش هيكون كورس اي اي بس، هيكون هتفهم الاساسيات اللي تساعدك ان انت تشتغل بالاي اي، يساعدك في الديزاين بروسيس بتاعتك، او حتى تصمم منتجات تشتغل بالاي اي. واضحه الفكره ديت؟ طيب. وطبعا احنا الجزء الثاني بلاننج اند ريسيرش، دخلنا حطينا اليو اي في البلاننج اند ريسيرش. الجزء الثالث انفورميشن اركتكتشر، برضو حطينا الاي اي برضو في الايه، في الانفورميشن اركتكتشر. وبعد كده عندنا الجزء الرابع السكتشنج والواير فريم والبروتايبنج. وبعد كده بنتكلم بقى على الفيجما ديزاين تول. الفيجما دي از تول، الفيجما ده ابلكيشن بنصمم بيه، تمام. وبرضه حاطين ازاي هاو تو سوبر تشارج يور ورك فلو ويز اي اي، ده ازاي نستخدم الاي اي عشان يساعدنا ان احنا نسرع عمليات التصميم حتى في الفيجما بتاعتنا. بعد كده هنتكلم على التستنج. وبعد كده بقى عندنا جزء كبير بيتكلم على يو اي ديزاين. فالناس اللي ما عندهاش خبرات في الديزاين، الكورس دوت، تمام، الكورس ده هيديك جرعه كبيره من اليو اي ديزاين. ايه هو اليو اي ديزاين؟ تمام، هي الانواع بتاعته. هنتكلم على الفيجوال ديزاين برنسبل، وهنتكلم على ديزاين اليمنتس، تفهم بقى من اول ايه عناصر التصميم اصلا، وايه اسس التصميم، تمام. وبعد كده بنتكلم بقى في مواضيع ادفانسد شويه، اللي هو ريسبونسيف ديزاين والاكسبيليتي. اوكي.
وبعد كده رقم 9 بنتكلم ديزاين فور اي اي ابلكيشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما تصمم ابلكيشن بيشتغل بالاي اي، زي ما احنا بنشوف عندنا ابلكيشنز كتيره جدا بالجنريتيف اي اي، سواء بتديها تكست تعمل لك تحلله مثلا، او جنريت تكست، او تديها تكست تحلل لك صوره. ازاي بقى اصمم اصلا انترفيس لحاجه زي كده؟ ايه هي البرنسبلز بتاعه الاي اي؟ ودي جديده بشكل كبير يعني. تمام، اوكي. بعد كده بنتكلم بقى بالديزاين فور الفرق ما بين الاي او اس والاندرويد كابلكيشن. وبعد كده عندنا الفاينل بروجكت. تمام، واتس نيكست ده الجزء الاخير. طيب ال 12 عنوان رئيسي دول طبعا احنا مقسمينهم هنا على 22 سيشن. كل سيشن كاتبين فيها بالظبط ايه اللي هتاخده في السيشن، بالاضافه الاكتيفيتي اللي هتعملها في السيشن ديت. تمام، يعني مثلا هنا بنعمل اتش تريني انتروديوس هيم سيلف. كل واحد هيقدم نفسه في اول سيشن، وهيبايو صغير عنه، وهيقول لنا ليه هو حضر الكورس ده and so on يعني. تمام، اوكي. مثلا السيشن رقم 2 مثلا في اكتيفيتي هنعمل مثلا كوندكت ستيك هولدر انترفيو. طيب لو افيلبل، تمام. لو مش متوافر هنعمل اتش ترين ويل شوز هيز اون بروجكت. وبعد كده في رقم 2 هنشتغل ايه؟ كل واحد هيختار المشروع اللي يشتغل عليه. وبعد كده في عندنا كويزز، فاحنا كمان حاطين كويزز، تمام، علشان يبقى في عندنا كونتنت، في عندنا اكتيفيتي، في عندنا كويزز، عشان نقدر نقيس احنا اتعلمنا ايه واستفدنا ايه. ودي كلها توزيعة السيشن، فانت عارف اصلا انت داخل تتعلم ايه او داخل تعرف ايه. وده بيفيد ناس كتير قوي، اصدقاء كتير جدا، انهم والله النهارده احنا خلصنا السيشن رقم 2، تمام، وداخلين على السيشن رقم 3. ففي ناس بتحب تخش تشوف هناخد ايه في السيشن رقم 3، تحب تحضر، تحب تعرف، تحب تراجع، تحب تشوف مثلا والله understanding user need and business goal. ياخد مثلا العنوان ده ويحطه على مثلا جوجل ويشوف الايه التوبيك ده بيتكلم عن ايه، علشان لما يخش السيشن يكون هو فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. دي نقطه تانيه، لما نوصل مثلا للسيشن رقم 6 وحد مثلا غاب سيشن او حاجه، او عايز يعمل يراجع كده على الدنيا كلها، فيبدا واحده واحده كده. طبعا بيشوف طبعا في سيشن بتكون مسجله، وطبعا بيشوف إيه المحتوى ده. فدي فايده الايه العمليه التفصيليه الواضحه، انت فاهم بالظبط هتاخد ايه وهتعرف ايه والدنيا ماشيه بيك ايه، ماشيه بيك ازاي، لغايه لما نوصل في الاخر خالص عندنا هنا ان احنا بقى نعرف ايه هو واتس نيكست. وعندنا برضو سيشن هتبقى كارير كوتشنج. كارير كوتشنج دي هنبدا نقول لك دي بتبقى 1 اون 1 سيشن، يعني هقعد مع كل واحد لوحده ونشوف بقى والله دنيته ماشيه ازاي، هيعمل ايه اند سو اون. والكارير كوتشنج دي اصلا انا بقدمها كخدمه مدفوعه الثمن على موقع اسمه اي كان كوتش يو. تمام، ليها تكلفه منفصله، ولكن هنا موجوده هنا بشكل مجاني في الكورس بتاعنا. فده كده سريعا جدا جدا تفاصيل ومحتوى الكورس بتاعنا. هل حد من الأصدقاء في عنده سؤال بناء على الشرح السريع دوت؟ حابب يسأل حاجة، حابب يضيف حاجة أنسون يعني؟ أنا عندي سؤال محمد. بدي أسأل إنه الوقت إمتى بده يصير إنه كمان هيك جوجل ميت؟ إن شاء الله هنكون على جوجل ميت. إن شاء الله هنبدأ في نص 4، بداية الكورس في نص 4 إن شاء الله يعني. 3 أشهر. إن شاء الله. يعني إيه هو بس اتفضلي. الساعة كام يعني؟ الساعة كام، صبح مساء؟ بيكون يومين في الاسبوع، بيكون يومين في الاسبوع، بيكون فتره مسائيه، علشان كتير من الاصدقاء بيكونوا عندهم اشغال. يعني بيكون عاده سبت وثلاث. تمام، بيكون سبت اوكي. وثلاث من 7 ل 10. داخلين في الصيف يبقى 7 من 10، علشان الناس بس بيكون عندهم يعني شغل صباحي يعني. اوكي، لأنه أنا عندي مشكلة بالوقت، أنا عايشة بسيدني، اهلا بيك فندم. فهلا هلا هذا هو الوقت الأنسب لي. كان اليوم مثلا الساعة 7 الصبح، عرفت كيف؟ لا إذا احنا أبكر من هيك. لا احنا من 7 ل 10 بالليل مش الصبح. إيه بس عنا نحن 7 الصبح بلشنا اليوم. فتقدري تتابعي يعني. انتوا وقت بلشتوا عندكم البروجرام قد ايه كانت الساعة اليوم؟ احنا بدأنا 10 وربع. أو معناتها هون 3 ساعات، يعني ساعة 4 الصبح.
طب في ريكوردينج؟ طبعا طبعا هيبقى مسجل طبعا. اوكي. طيب باشمهندسه سوني، حضرتك عرفت عننا عن طريق ايه؟ يو اكس يا يو اكس يا انا ممبر فيها. يوكسويه. يا انا من سوريا. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. انا مودريتور اصلا في جروب يوكسويه، لو تعرفي يعني، لو تاخدي بالك. يا انا متابعاها دايما. اهلا بيك، اهلا بيك، سعداء بوجودك معنا. طيب في حد لو تاني سمحت يا عنده؟ باشمهندس، اتكلمنا بس عن التكلفه بتاعه الكورس والجزء بتاع الخصم، لان ما الصوت قطع عندي في الفتره دي. ماشي، نشيرها تاني، حاضر، لحظه واحده. الصوت قطع في الحته المهمه، فاهم؟ معلش عشان واقف في الصيدليه بس الله يقويك، الله يقويك حبيبي. طيب بص يا جميل، الكورس اصلا ب 200 دولار، يعني حوالي 10000 جنيه مصري، او حوالي قصدي 200 دولار. طيب في خصم على الكورس 30%، تمام؟ في خصم تمام. اضافي للاصدقاء، سواء من اللي هيجوا من جروب اكسويه، او الاصدقاء اللي حضروا معايا الكورس اللي اسمه يو اكس كيك ستارتر المجاني. كان في كورس في شهر واحد اديته الكورس مجاني، تمام؟ اي حد أيوة. حضر فيه هياخد 5% خصم اضافي، او اللي جاي من جروب اكسويه مثلا زي استاذه سونيا، تمام؟ وبعد كده في خصم 10% اضافي للتسجيل المبكر، الايرلي بيردز. والتسجيل المبكر دوت بيكون قبل بدايه الكورس باسبوع، بيتقفل قبليه باسبوع، تمام؟ اوكي. فانت تقدر تحصل على اقصى خصم اللي هو 5، توصل من 10000 جنيه الى 5500. ده اقصى خصم تقدر تحصل عليه يعني، فاهم؟ تمام. يعني انا كده محتاج اروح اعمل جوين لجروب يوكسويه. شاطر انت، صح. وبتقول لي انا جاي من اكسويه. على عيني، على عيني طبعا، على عيني طبعا، على عيني. الله كده اي يخليك. حد، كده اي حد لازم يشترك في اكسويه، لان احنا هناك بنعمل مجهودات الحمد لله. مش انا بس يعني، في ناس كثيره بتقدم مجهودات كثيره جدا في جروب اكسويه بشكل قوي يعني. واعتقد طيب اتفضل. استاذنك تشير بس اللينك بتاعه وحضرتك معانا دلوقتي كده، بحيث ان ادخل عليه. حاضر يا فندم، حاضر. هو كلنا في يوكسوية يا باشمهندس. والله اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. يعني كلنا خصم موجود، ماشي، حاضر. كلنا خصم. فهمت. اهلا بيك يا رحاب، اهلا بيك. حضرتك. انت بداتي يو اكس ولا لسه يا رحاب؟ انا اصلا بشتغل تمام، بس حاسه ان انا عندي مشكله في اليو اكس. حاليا شغالين على داشبورد. المفروض ان هي اصلا كانت معموله، كانوا عاملينها الباك اند او الديفلوبرز عموما. واحنا بقى بنضيف عليها حاجات وبنحاول ان احنا نحسن في اللي هم عاملينه. فالديفلوبر بيقول ان انتوا اصلا مصعبين الدنيا اكتر، وان اللي انتوا عاملينه كيو اكس اللي انا عامله احسن. فانا عموما يعني بعيدا عن انا حاسه ان انا محتاجه يو اكس يعني، سواء يعني في التصميم او في التحليل نفسه. يعني انا هو لولا ان هم اصلا كانوا شغالين الداشبورد، لو انا كنت اعملها من الصفر حاسه كنت هتعب جدا. كانوا هيريحوني. كنتش عارفه كنتش عارفه ازاي اصلا هتتعمل التحليل والتقسيمه، وهعمل ايه حاجات اساسيه وكل حاجه يبقى جواها ايه. يعني عايزه ان انا الاقي النقطه دي في الكورس ان شاء الله. ان شاء الله، لا ان شاء الله تلاقي ان شاء الله مع المشاريع اللي احنا نعملها يعني. التوفيق دايما ان شاء الله، ان شاء الله. طيب انا بعت لكم جروب اكسويه اهوت على المسجز، تمام؟ اوكي. طيب في حد تاني من الاصدقاء عنده اي سؤال تاني او اي توضيح او اي حاجه ريجاردنج للكورس او حاجه يعني؟ مساء الخير يا باشمهندس. انا موجوده في الجروب.
بس انا عايزة بس اللينك الويب عشان اسجل في الكورس. طيب هو اللينك اللي احنا كنا بعتيه ده كان تسجيل للويبينار، فانا هعمل لينك تاني تسجيل تسجيل في الكورس يعني. تمام تمام. اوكي، ممكن بس دلوقتي تتواصلي معايا على الواتساب لغايه لما ابعت لك اللينك، عشان بس ما انساش ايه مين كان محتاج انه يسجل في الكورس يعني. تمام، اي حد دلوقتي محتاج يسجل في الكورس النهارده يتواصل معايا على الواتساب. طبعا انا كنت حاططكم في جروب للواتساب، فتقدروا تتواصلوا معايا بشكل برايفت. اوكي، ولغايه لما نبعت ان شاء الله ابعت لينك بقى لكل الاصدقاء يعني. تمام، تسلم يا باشمهندس. الله يسلمك. طيب مين تاني عنده سؤال ولا اسال انا؟ يعني احنا معانا 10 دقائق اسئله عشان ما اطولش على الناس يعني. ف تمام. معلش يا هندسه في الدقيقه بس عشان ما حضرتش في الاول. اتفضل. نبذه سريعه كده، اليو اكس نفسه بيعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي وهل هو نفس المصطلح بتاع الفرونت اند ولا انا فاهم غلط؟ واعذرني لا لان انا جاي من باك جراوند مختلفه تماما عن اللي حضرتك بتتكلم فيه. لا يعني انت فاهم غلط، واحنا فعلا شرحنا اليو اكس في الاول. بص يا دكتور محمد او باشمهندس محمد، اليو اكس هو عمليه التصميم. يعني مثلا لو هتعمل اي حاجه ديجيتال سواء موبايل ابلكيشن او ويب سايت، مش بيكون فيه ديزاين. تمام، ديزاين الوان وديزاين اشكال وتحط محتوى. يعني في الاول بتكتب نبذه عن المكان وتحت تحط المنتجات and so on. طيب السؤال بقى هنا، احنا ليه اليو اكس بتجاوب لي على سؤال مهم قوي. انا ليه حطيت هنا about us، او ليه حطيت هنا المنتجات، او ليه حطيت هنا الخصومات ما حطيناش مثلا العروض، او ليه حطينا هنا مثلا الفيتشر برودكتس مثلا ما حطيناش البرودكتس اللي اتشافت. تمام، فاليو اكس هو اللي بيجاوب لي على سؤال انا ليه حطيت ده هنا وليه حطيت ده هنا وليه حطيت ده هنا. مش مع الاجابه انه مش بنعمل اي حاجه عشان شكلها حلو، لا، بنعمل حاجه بناء على ان احنا عايزين نزود مثلا الكونفرجن ريت بتاع ويب سايت. يعني الناس اللي دخلت تمام عايزين نخليهم يشتروا خلاص. فبنعمل ان شاء الله نقدر ابعت لكم ان شاء الله، ابعت لكم على الواتساب. انت موجوده يا سونيا على الواتساب، على الجروب بتاع الواتساب؟ يس يا اوكي، هبعته على جروب الواتساب. يا محمود زي ما بقول لك كده، ازاي عن طريق اليو اكس ازاي بقى بنحدد احنا حاطين هنا ليه وبنحطه عشان ايه، وبالتالي علشان نقدر نخلي الناس اللي يخش يتفرجوا نحولهم الى عملاء. فاحنا بندرس والله. يعني احنا مثلا كان في مشكله في موقع اي كوميرس. كانت ناس كتير قوي بنشوف انها بتخش تحط منتجات في السله وما بتعملش تشيك اوت. تمام، فده كان بيخسر البيزنس كتير. ده كان موقع سعودي بالمناسبه. فاكتشفوا ايه؟ اكتشفوا في الاخر ان الناس بتخش تشتري مثلا حاجه ب 20 ريال، وفي الاخر خالص وهم بيشوفوا الضريبه بتضاف بيبقى 20 مثلا و13 ريال. بيضافوا 3% 13% او حاجه، فبيلاقوا سعر مختلف عن السعر اللي هم شافوه في الاول، فبيقفشوا. فمش هنشتري ليه؟ لان انا لما اجي بدور على حاجه بشوف حاجه بعمل حسبه في دماغي، والله انا هجيب البنطلون ده ب 20 ريال والتيشيرت ده ب 10 يبقى 30، فانا حاطط في دماغي خلاص ان انا هدفع 30. فلما اروح هناك الاقيني ادفع 35 في الاخر، الناس بتسيب الحاجه وبتمشي، بيكون مثلا الاوفر بادجت او قفشوا او سو اون يعني. تمام، فقال لك ايه؟ قال لك الحل ده ان احنا نضيف الضريبه على السعر اصلا من الاول. فانت شايف المنتج بالسعر بتاعه، قبل الضريبه. فدي من الحاجات اللي اليو اكس بيحلها. دي مثلا دي مشكله اسمها الشوبنج كارت المهجوره. تمام، فدي من المشكلات اللي بنحلها اليو اكس. تمام، بالاضافه طبعا ان احنا بنعمل للحل ده بنعمل له يو اي، بنصمم له تصميم لطيف حلو. فهي دي فكره اليو اكس، ان احنا بنحاول نعمل لليوزر الحاجه اللي تسهل عليه وتقدم له الخدمه اللي هو عايزها يعني، عن طريق بقى ان احنا ندرس ونحلل ونشوف المشاكل ايه والحاجات دي كلها. ان احنا بنعمل ريسيرش، بنقعد مع اليوزر بنكلمه بنفهمه الانسون يعني. فاهم؟ وصل تمام يا فندم. حبيبي تسلم. طيب في حد تاني عنده اي سؤال يا اصدقاء؟ هو التسجيل المبكر اخره امتى؟ التسجيل مبكر اخره قبل ال باسبوع.
قبل ايه الكورس باسبوع، قبل الكورس باسبوع. هو المفروض قبل الكورس باسبوعين، ولكن خلاص اوريدي كده كده احنا يعني احنا خلاص الاسبوعين خلصوا اصلا. تمام، فهيبقى قبل الكورس باسبوع يعني، فاهمه؟ يعني لسه معانا اسبوع. يعني الكورس هيبدا 15 ان شاء الله 4، فيبقى التسجيل المبكر يعني خدته معانا معايا. اسبوع العيد ان شاء الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. مين كان بيسال؟ ميكا بيسالني. رحاب. انا اللي كنت بسأل. اهلا بيك يا حبيبي. تمام، اوكي، زي الفل. اوكي طيب، يعني انا سعيد ان انا كنت موجود معاكم. ولو اي حد عنده سؤال يقدر يسالوني دلوقتي، او ممكن يسالوني بقى على الواتساب يعني، وانا ابعت لكم البرزنتيشن على الواتساب يعني. تمام يا اصدقاء. تمام يا هندسة. ماشي يا جماعه، انا عايز اشكركم يعني واحد واحد. شكرا ليك من اول آلاء او علاء، انا اسف يعني مش عارف الاسم، علاء او الاء. شكرا كريم، شكرا ليك يا مها، محمود، مروان، محمد، رحاب، بعد كده عندي روكا، سونيا، ولاء، طبعا مع الاحتفاظ بالايه بالالقاب يعني. فانا سعيد كنت موجود معكم النهارده، وان شاء الله يكون كورس لطيف علينا جميعا يعني. ماشي يا اصدقاء، اشوفكم على خير ان شاء الله دايما. يلا، صام طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام.